احنا النهارده في موقع الرحاب. السباك عندنا شغال في تأسيس، لسه جايبين البضاعة. فتعالوا كده نشوف بيعمل ايه. يا معلم احمد، هندسة. شغال في ايه ولا بتعمل ايه؟ خلصت البضاعة هندسة. استلمت البضاعة كويس يعني؟ استلمتها تمام وبرصها. معاك الفواتير بتاعتها شيكت عليهم؟ كل حاجة تمام. الخزانات ما تيجي تقول لنا كده ازاي بتجمعها؟ خزان ده جروهي، احنا فكيناه دلوقتي وهنجمعه. ماشي جميل. تمام. ده المسامير دي اللي بتشيل قاعدة. ده اللي تقوم التثبيت بتاعته. ده اللي ما تقلقوش الناس اللي بتقلق معانا من القعده، ما بتشيلش الاوزان الثقيله يعني. لو ما بتشيلش الاوزان الثقيله ما كانش عملوها في المولات والاماكن التجاريه. احنا عندنا ده زي نظام، دي مسامير التثبيت او بمعنى اصح التيش او مهما كان بقى المصطلح اللي انت بتسمى ايه. عندنا هنا بيتحطوا في الايه، اه في مكان التثبيت بيركبوا بتاعتهم. هنا. جمع كده يا معلم احمد. وده الناس برضه بتشيل معاك لحد 400 كيلو. 400 كيلو، بسم الله ما شاء الله. المسامير دي ومين اللي يسيب نفسه ان هو يعمل 400 كيلو؟ احنا الحمد لله اصلا في ناس. عاملين رجيم الفتره دي. دي ال ده ايه ده يا احمد؟ ده الجواش ده هندسة. ده ليه؟ الجواش. الجواش اللي هو بيحافظ على المسمار يحافظ على يعني، المسمار بتاعه. من الاسمنت بقى اه وبتاع عشان السيراميك بتاع والكلام ده السيراميك كله. وكده مم. واي حد شغال ده رمش بس. طب كويس والله. تمام. عندنا تاني عندنا تاني إيه؟ عندنا برضو ده الصرف بتاع القعدة. ده الصرف اللي بيخرج اللي اه بيطرد بره يعني. اللي بيطلب بره. ده تمام. بيركب هنا كده. ماشي. وده الأكيس بتاعه برضو. فين الافيز بتاعه؟ امال دي ايه يا عشان احمد؟ برضو ما يخلعش منه. تمام. ده بوش ده. لو مم. انا اسلم مثلا، لو مش هاخد ده في حالة ان الصرف بتاعي مثلا ايه داخل عدل معايا. جميل، فبحطه ده مباشر على طول. بحطه مباشر على لما ده طول. متاح ليا بقى ان انا ايه، ده اللي انا احول من احط له تحت كوع مثلا ومحول. يمين شمال احول منه. تمام جميل. دي الطوبة بتاع ودي الطبة الخزان. بتاعت الخزان. في حالة ان انا لما املاه مية واختبره فلازم تمام. احط الطبة دي. تمام. ودي طبعا بتاع الصرف دي برضو الخارجي. الطبة بتاع الصرف الخارجي. بس برضه مفيش حصة تقع جواه. الوش بتاعه. الوش بتاعه ده. بس ده قبل ما نركب الوش بتاعه لازم نركب المحبس ده. اه صحيح، نسينا نقول لكم لان طبعا اه في بعض الناس كتير، ده محبس اصلا. شفتوا المحبس الدفن اللي هو بيكون في الحمام اللي بيفصل معانا الحمام؟ ده محبس بيركب في الخزان. خد ركبه اه كده يا معلم. ده ليه برضه هنا سن اهو، ده الفتح جميل. والقفل بتاعه. تمام. فده بيركب هنا في المنطقة دي كده. يبقى بالشكل ده كده. مم. وبعد كده اخد بقى القوة بتاعي هنا وجنب ابدا ده بقى اجمع ولا تدخله بقى التغذية الميه بتاعته؟ بتاعتي انا. ده تمام. الوش بتاعه صح؟ ده الوش التشطيب النائي. وطبعا الوش التشطيب ده بيركب في التشطيب اه ما بعد بقى ايه يعني، في تشطيب السباك. ده هو يعتبر بيركب هنا كده، بس طبعا ده بيكون على السيراميك. والناس اللي خايفه من الخزان، ان احنا اول ما بنشيل الوش ده بعد كده في الصيانه، عندنا المحبس ده بيفصل اصلا الميه كلها عن الخزان. وفي برضه هندسة الوصلة دي. اتفضل. دي وصله جروهي جايه معاه. اه مم. تمام. دي اللي بتركب جوه في ده اللي الصندوق. ركبها جوه، اجمع من و... المكنة دي العوامة دي كده. يعني شفتوا هنا هو بيجمع ازاي، هو بالظبط اكنه راكب على الحيط. هي نفس التجميع نفس الصيانه، لو حصل فيها اي حاجه فيما بعد. وسهل الصيانة برضه هندسة، بس انا برضه عايز هو افك طبعا الوصلة دي. هو طبعا بلا شك احنا شغالين. اه ان انا برضه سهل الصيانة، عايز اشيل مثلا عوامة اهي. مم. برضه العوامة. دي العوامة. اه مم. بنسميها ايه في ده زي نظام اللي هو السيفون اللي في القعدة اه البلد العادية يعني. اه هو شالها عادي جدا من الفتحة ال 15 في 20 دي، او مش عارف كام في كام يعني. تقريبا 15 في 20 او 15 في 15. شال العوامة اللي هو بيقول لك السيفون اللي في القعدة البلدي ده اللي وبنسميها هو برضه حنفية اسانسير. حنفية اسانسير. بتطلع الدور الكام؟ بتاع خمس. وبرضه طبعا دي لو حصل حاجة يعني العمر الافتراضي بتاعها تقريبا بتاع 10 15 سنة.
ما ما بيحصلش منه مشاكل، مش زي القواعد بقى العاديه اللي هو بنفضل ايه الميه بتنز من القعده، بتنز 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 بتنز. لا دي طبعا خامات جروهي، الشغل اللي فيها كله نحاس، والبلاستيك بسم الله ما شاء الله يعني محترم. دي مسامير التثبيت بتاع الخزان. اه ده مسامير الظهر هنا في الخلف هنا. مم. نفتح كده ونشوف. ماشي. لا ده اللي بيركب في الخزان والحيط. اه ده مثبت كده في الخيط هنا. هو بيبقى جاي معاه يمين واحد شمال، وطبعا مختوم عليه جروهي، محفور عليه كل المنتجات بتاع جوريه محفور عليها، لان احنا استعملنا كام خزان من الشركات التانية، ده بيكون بلاستيك. فجروهي عندنا بسم الله ما شاء الله الحاجات بتاعتها نيكل ومحمله يعني. طبعا بقى المسامير اللي بتمسك الخزان في الحيط مع المسامير التانية، جايين بقى الطقم كامل بالفيشر بتاعه وكل حاجه. عندك اي حاجه تانية يا اه معلم في احمد تقولها طقم لنا؟ تاني. اه الطقم التاني الطقم ده الصغير. برضو مم. ده بيركب برضو ايه تثبيت في الارض برضو. للارضيه مسمارين يعني. برضو نثبتهم هنا كده تمام. عشان الارض يبقى ايه امان من تحت ومن فوق برضو. يلا بالتوفيق، نسيبك بقى عشان تشتغل. باذن الله.